يطلبه المبلغ من الناس لابد هو أن يتحلى به، سواء كان بالأخلاق الفاضلة يطلب من الناس ذلك، هو لابد أن يتحلى بذلك. الالتزام بحدود الشريعة لابد أن يلتزم هو بذلك ثم يطلب من الناس، وإلا يكون ممن تنطبق عليهم الآية الشريفة: لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله. كبر مقتا عند الله، يكون نلتفت إلى الآية: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نكون مصداق لهذه الآية، أن نطلب من الناس شيء ونحن لا نعمله، ننهى الناس عن شيء ونحن نفعله، مو بالضرورة إلا أن نفعله أمام الملأ، لا، حتى إذا فعلناه بيننا وبين أنفسنا. هذا خلل كبير في المبلغ، يلتزم بالأخلاق الفاضلة بحدود الشريعة ثم يطلب من الناس ذلك. حينئذ هو يشعر بانسجام نفسي مع الوظيفة التي يؤديها، يشعر بأنه لا يخدع نفسه،